لو انت فريلانسر او بتشتغل اونلاين ومش بتطلع قدام الكاميرا، فعليا انت شغلك مش واصل للناس الصح. مش عشان انت مش شاطر ولا خدماتك وحشه، بس ان انت مش ظاهر. النهارده مش جاي اقولك تبقى صانع محتوى ولا تعمل ترندات، انا جاي اتكلم معاك انت كفريلانسر عايز توصل شغلك للناس، ومش اي ناس، الناس الصح اللي تدفع لك فلوس في خدماتك صح، وعايز شغلك يوصل بابسط طريقه ممكنه. لو انت من الناس دي يبقى انت في الفيديو الصح. كمل معايا الفيديو لحد الاخر وهوضح لك الفكره بوضوح. دلوقتي السوق اتغير، العميل قبل ما يكلمك بيحب يشوفك الاول، يسمع صوتك، يشوف طريقه كلامك، يحس ان في بني ادم فاهم، مش بس بروتوفوليو واسم. فيديو تعريفي بسيط، شرح خدمه، لايف، او حتى ريل قصير. الحاجات دي بقت مش شغل نفسه ومش حاجات زياده في الزمن اللي احنا فيه ده. ومش لازم تكون بتعرف تتكلم قدام الكاميرا ولا تبقى متمرس، كلنا بدأنا متلخبطين كلنا. بص بقى، اكبر غلطه بشوفها ان الفريلانسر يقول لما اظبط الكاميرا، لما اجيب معدات، لما ابقى جاهز، لما زهقني. يا صديقي والله. ويقول لي طب استنى ده، طب مش عارف ايه، مين جاي، طب ايه ده، طب اجيب ده، اشتري ده. وفي الحقيقه هو بيماطل. والحقيقه كمان ان مفيش حاجه اسمها لحظه مناسبه، في لحظه اسمها ابدا وبعدين اتحسن واحده واحده. انت عايز بقى الحل مش استوديو ولا معدات جاهزه ولا تعقيد، كل الكلام ده هري فاضي لو انت لسه بتبدا. الحل بسيط جدا جدا جدا. الموبايل اللي بتسمعني منه موبايلك الشخصي، اضاءه واضحه، الشمس مفيش اكبر منها، صوت مسموع، وستاند تحط عليه الموبايل بس. شفت الموضوع سهل ازاي؟ وانا مش بسهله، بس هو الموضوع حقيقي كده. 4 حاجات يا مؤمن، 4 حاجات لو موجودين اي حد يقدر يبدا زي ما قلناه، واتنين منهم معاك: الموبايل اللي بتسمعني منه، والشمس مفيش اكبر منها، الاضاءه يعني، والصوت تقدر تستخدم صوت الموبايل لو الامكانيات محدوده قوي. اما الستاند بتاع الموبايل هيبقى صعب ان انت تبقى تحطه قدام حاجه تكون عايز تتحرك مثلا، مش هتعرف تتحرك بيه كده يعني. ودي هحلها لك في اخر الفيديو، ما تقلقش. ومش هسيبك غير لما تستفاد بكل حاجه في الفيديو، واوصل لك كل حاجه، كل معلومه عندي اوصلها لك. طيب بعد بقى ال4 حاجات اللي قلناها، اهم حاجه بقى ان انت تقلل الاحتكاك. بمعنى ايه تقلل الاحتكاك؟ يعني لما تيجي تصور ما تحسش ان الموضوع مرهق، ما تدخلش الاحساس ده على نفسك، عشان لو دخل مش هتعرف تصور خالص. انا شخصيا لما بدات صناعه محتوى كنت بدور على حاجه تخليني يبقى عمليه تصوير الفيديوهات اسرع، من غير مجهود بقى، من غير تجهيزات، من غير صداع، يا دوب احط الموبايل اصور على طول. عشان كده اول منتج نزل في اجروث هو حامل ثلاثي لتصوير الفيديو. مش مجرد حامل ولا ترايبود ابدا، ده حل متكامل، يعني نجمع لك كله في كله. يعني زي ما هقول لك دلوقتي، في اضاءه، في ميكروفون، في ريموت عشان وانت واقف من بعيد تحرك فيه من زاويه التصوير، تحركها كده بالريموت اللي معاك، وفي ثبات، يعني ان انت تحط الموبايل عليه ما فيش اهتزاز، ما فيش اي حاجه. كل ده علشان شغلك يوصل للناس صح، ان انت توصل خدمتك، او لو انت عايز كمان تصنع محتوى تبقى بروفيشنال في حاجتك، وتوصل خدمتك باحسن سعر بشكل اوضح ومن غير اي تعقيد خالص. المنتج ده مناسب لاي حد زي ما قلت لك، اذا كنت انت بقى فريلانسر، مدرس اونلاين، صاحب خدمه، صانع محتوى، او اي شخص محتاج يظهر قدام العميل بشكل محترم وبشكل بروفيشنال اكتر، من غير ما تحس ان انت داخل حاجه كبيره يعني كده. محتاج متبسطه بقدر الامكان علشان تناسبك انت، او زي ما تقول متفصله عليك. الخلاصه بقى، لو انت مستني تبقى جاهز عمرك ما هتجهز خالص، او هتستنى كتير جدا. ابدا بالادوات اللي تخليك تبدا من غير تعجيز. طب دلوقتي بقى يا عم حازم، انا حاسس ان انا عايز ابدا بقى، انت شوقتني لصناعه المحتوى، ان انا اقدم خدمتي للناس بصوره تليق بيا وقد السعر والعميل يوافق عليه، عشان وصلت الفيديو بتاعي للعميل المناسب. قول لي بقى اعمل ايه؟ بص يا صديقي، انا هنصحك بنصيحه ان انت تبدا تصنع محتوى زي ما قلت لك. والمنتج اللي قلت لك عليه، اللي فيه الميكروفون، واللي فيه الاضاءه، واللي فيه حامل الموبايل اللي انت تقدر تحط عليه الموبايل وهيديك ثبات من غير اهتزاز، ترايبود الثلاثي لتصوير الفيديو، هتلاقيه عند اجروث. وهم عاملين دلوقتي عروض وخصومات بمناسبه افتتاحهم، الحقهم دلوقتي. هتلاقي التفاصيل كلها في الديسكريبشن، وما تنساش تقول لهم انت جاي من عند حازم زكي. نصيحه اخيره هقولها لك، ابدا حتى لو على قدك.